بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي الأعزاء، أهلا بكم مع حلقة جديدة من حلقات مراجعة التاريخ. هنراجع معاكم النهاردة إن شاء الله على درس مصادر دراسة الحضارات. عاملة لكم مجموعة من الأسئلة إن شاء الله تستفيدوا منها. تعالوا نبدأ مع بعض ونشوف السؤال الأول. وفي البداية بحب أقول للطلبة اللي بيسمعوني لأول مرة إن شرح منهج تاريخ وجغرافية أولى ثانوي موجود بالكامل على القناة، وفي كمان مراجعات على النظام الجديد هتلاقوها موجودة على القناة. طيب نبدأ بالسؤال الأول. بيقول لي: إذا أردت الحصول على معلومات دقيقة عن فترة من الفترات التاريخية التي مرت بمصر فإنك تستعين به. وخد بالك أنا عايزة معلومات دقيقة، يعني في الحالة ديت هستعين بمصدر أولي. تمام؟ طب يا ترى مين في دول مصدر أولي؟ كتابات الفلاسفة ولا كتابات الشعراء ولا الكتب والمراجع ولا كتابات المؤرخين؟ الصح طبعا هيكون هو كتابات المؤرخين. يا ريت قبل ما انا اقول اجابتي توقف الفيديو ثواني كده وانت تقرا الاختيارات وتركز فيها وقول اجابتك، وبعد كده شغل تاني وشوف اجابتك صح ولا لا. طيب تعالى نشوف السؤال التاني. المصدر الاساسي لدراسة الحضارات، وخد بالك انا بقولك ايه المصدر الاساسي لدراسة الحضارات القديمة، يتمثل في دراسة النقود والمسقوقات ولا الاساطير ولا الاثار ولا كتابات المؤرخين؟ طبعا الاختيار الصحيح هو الآثار. طيب نشوف السؤال اللي بعده. في الفترة الأخيرة تم اكتشاف مقبرة فرعونية تحتوي على العديد من المومياوات. طيب هذا الاكتشاف بيندرج ضمن المصادر إيه؟ يعني أنا هدخله ضمن مصادر إيه؟ أولية ولا ثانوية ولا تاريخية ولا علمية؟ طبعا هذا الاكتشاف ينتمي لإيه؟ للمصادر الأولية لدراسة الحضارات، يعني دي هتعتبر أثر، فأنا هدخلها ضمن المصادر الأولية. السؤال اللي بعد كده: إذا أردنا أن نعرف من هو صاحب تمثال أبو الهول فإننا نستعين به. أبو الهول ده اتعمل إمتى؟ اتعمل في عصر الدولة القديمة، وبالتحديد طبعا كان في الأسرة الرابعة. هو طبعا اللي عمله الملك خفرع. طيب ده من ملوك الأسرة الرابعة. طب أنا يعني إيه اللي هيعرفني الكلام ده والمعلومات ديت؟ حجر باليرمو ولا صلاية الملك نعرمر ولا البرديات ولا النقود والمسقوقات؟ الاختيار الصح هو حجر باليرمو، وده لأنه بيذكر الشخصيات اللي حكمت مصر حتى ثالث ملوك الأسرة الخمسة، يعني هتلاقي ملوك الأسرة الرابعة والملك خفرع موجود في حجر باليرمو. السؤال اللي بعده: يمكننا التعرف على الملوك الذين حكموا مصر في عصر الدولة القديمة من كل مما يأتي ما عدا. يعني في 3 من دول هعرف منهم مين الملوك اللي حكموا عصر الدولة القديمة، في عصر الدولة القديمة، ما عدا حاجة واحدة. يا ترى ايه بقى؟ نصوص الأهرامات ولا حجر باليرمو ولا قوائم الكرنك ولا قوائم أبيدوس؟ طبعا أنا هعرف الملوك اللي حكموا مصر في عصر الدولة القديمة من حجر باليرمو ومن قوائم الكرنك ومن قوائم أبيدوس، لكن مش من نصوص الأهرامات، لأن نصوص الأهرامات دي عبارة عن كتابات دينية سجلت على جدران الأهرامات. ناخد السؤال اللي بعده. لا يتمكن الإنسان من فهم وتفسير الأحداث التي تمر به وإدراك حقيقتها إلا بعد مرور عقود عليها. العقد يعني كم سنة؟ العقد 10 سنين. طيب بعد كم؟ يعني أنا ممكن تحصل يعني حدث معين مثلا يحصل ويبقى فيه اختلافات في الآراء، ناس بتأيد ناس بتعارض، يعني مش قادرة أعرف الحقيقة. أنا مش هفهم الحقيقة وهفهم وأفسر الحدث ده إلا بعد مرور كام عقد عليه بقى؟ 3 ولا 4 ولا 5 ولا 6؟ الاختيار الصح هو 3 عقود. طب ليه 3 عقود؟ لأن أنا عندي معلومة تاريخية بتقولي إن الوثائق الهامة لا يتم يعني الإفراج عنها أو إبرازها للعامة إلا بعد مرور 30 سنة، يعني 3 عقود. يعني أنا هعرف الحدث ده وتفسره وافهمه بعد مرور 3 عقود عليه. هعرف بقى إذا كان هو فعلا كان حاجة حقيقية ولا أو حاجة يعني صح ولا حاجة غلط. تمام؟ تعال نشوف السؤال اللي بعده. المادة الخام التي توفرت في مصر الفرعونية ولم تتوفر في الدول الأخرى وكانت مصر المصدر الوحيد لها هي القطن طويل التيلة ولا الخشب ولا النحاس ولا النبات البردي؟ طبعا سؤال سهل والاختيار واضح، هو نبات البردي. مصر كانت هي المصدر الوحيد لهذا النبات. السؤال اللي بعده: يمكننا التعرف على بعض تفاصيل حياة المصريين اليومية
من خلال إيه؟ ورق البردي ولا النقود ولا الأستراكة ولا الآثار؟ الصح طبعا هو الأستراكة، وديت كانت عبارة عن يعني قطع من الفخار، كسرات من الفخار بيتم فيها كتابة يعني بعض الأحداث اليومية اللي بتمر على المصريين، فأقدر إن أنا أعرف هذه التفاصيل من خلال الأستراكة. اللي بعده، وجه الشبه بين البرديات والأستراكة بيتمثل في إيه؟ المادة الخام المستخدمة في صناعتهم ولا السعر ولا الاستخدام ولا الطبقة الاجتماعية المستخدمة لهم؟ البرديات طبعا عبارة عن نبات، لكن الأستراكة عبارة عن كسرات فخار، يبقى مش المادة الخام، هستبعد المادة الخام. طيب السعر بالنسبة للبرديات سعرها عالي طبعا، وعلشان كده كان اللي بيستخدمها كانت طبقة اجتماعية عليا. أما الأستراكة فكان سعرها رخيص، فكان اللي بيستخدمها الطبقة المتوسطة والفقيرة، يبقى هستبعد السعر وهستبعد كمان الطبقة الاجتماعية. يبقى هنا الصح ايه؟ هو الاستخدام. هما الاتنين بيتشابهوا من حيث الاستخدام، ان كلاهما تم استخدامه في الكتابة. اللي بعده، يمكننا دراسة الحضارة المصرية القديمة من كل مما يأتي ما عدا الآثار ولا البرديات ولا النقود والمصكوكات ولا الأساطير؟ هتختار إيه؟ ما عدا النقود والمصكوكات. طب عارف ليه؟ لأن الحضارة المصرية القديمة لم تظهر فيها النقود، يعني ما كانش فيه نقود في عهد الفراعنة. نظام التبادل بينهم كان عبارة عن مقايضة، مبادلة سلعة بسلعة. اللي بعده، من الصناعات المصرية القديمة التي اعتمدت على خامات محلية. صناعة ايه؟ خامات محلية يعني حاجة موجودة في مصر مش بتستورد. صناعة الخشب ولا العطور ولا الورق ولا الزيوت؟ أكيد طبعا هي صناعة الورق اللي اعتمدت على نبات البردي. اللي بعده، الشيء الوحيد الذي لا يمكننا التعرف عليه من خلال صلاية نعرمر هو الملوك الذين حكموا مصر خلال عصر الدولة القديمة، ولا أسلحة الجيش ولا زي الجنود ولا درجة إتقان المصريين لفن الرسم؟ من خلال صلاية الملك نعرمر هقدر أعرف أسلحة الجيش، وهعرف زي الجنود، وكمان درجة إتقان المصريين لفن الرسم. لكن اللي مش هعرفه هو الملوك اللي حكموا مصر خلال عصر الدولة القديمة، لأن صلاية الملك نعرمر بتتكلم عن فترة إيه؟ فترة العصر العتيق، يعني فترة التوحيد فقط، تأسيس الأسرة الأولى وتوحيد القطرين وهكذا. يعني مش ما فيهاش معلومات عن عصر الدولة القديمة أو الأسرات من 3 ل 6. السؤال اللي بعده، إذا أردت أن تكتب التاريخ فإن الصفة الأساسية التي يجب أن تتحلى بها، لو أنت بقى عايز تسجل التاريخ كده والأحداث التاريخية اللي بتمر بيك، فلازم تتحلى بإيه في كتاباتك؟ بالخيال ولا الإبداع ولا الموضوعية ولا المبالغة؟ أكيد طبعا الموضوعية، يعني بتسجل الحدث كما هو، لا بتزود ولا بتنقص. دي الحاجة المفروض تبقى موجودة في اللي بيكتب التاريخ. السؤال اللي بعده، يمكننا أن نتعرف على حضارة بلاد الإغريق القديمة من خلال البرديات ولا قصة الطوفان ولا الإلياذة والأوديسة ولا قراءة الجزء الثاني من كتاب تمحيص الأخبار؟ هختار الإلياذة والأوديسة، وده لأنها هي اللي بتتكلم عن بلاد الإغريق وحضارة بلاد الإغريق. لكن البرديات ديت حاجة عن مصر طبعا. قصة الطوفان عن العراق. الجزء الثاني من كتاب تمحيص الأخبار ده بيتكلم برضو عن مصر والملوك اللي حكموا مصر. ناخد السؤال اللي بعده. تدل بردية آيبرس على تقدم المصريين في علم هندسة وحساب، طب وكيمياء، فلك وتحنيط، كيمياء وتحنيط. هتختار ايه؟ هختار الطب والكيمياء. البردية ديت اتكلمت عن يعني تفوق المصريين في الطب وتخصصهم في فروع كتيرة من الطب. كمان اتكلمت عن صناعة الأدوية، إن المصريين تمكنوا من صناعة الدواء. يبقى إذن الكيمياء أيضا، يعني إن هم برعوا في علم الطب وعلم الكيمياء. اللي بعده، تدل بردية آيبرس على تقدم المصريين في صناعة، لسه قايلها لك في السؤال اللي فات، صناعة الفخار ولا المنسوجات ولا القوارير ولا العقاقير؟ أكيد طبعا هي العقاقير. العقاقير يعني إيه؟ يعني الدواء. العقار يعني الدواء. لكن طب القوارير دي يعني إيه؟ يعني الزجاج. قوارير يعني زجاج، فهنا هختار العقاقير.
يمكن دراسة أعمال بعض ملوك مصر الفرعونية من خلال الاستعانة ب قصة الطوفان، بردية أيبرس، الإلياذة والأوديسا، ولا كتاب تمحيص الأخبار؟ الاختيار الصح هو كتاب تمحيص الأخبار. السؤال اللي بعده، كانت الوثائق المهمة تكتب على ورق البردي بسبب، لو في حاجة مهمة كانوا بيكتبوها على ورق البردي. طب إيه السبب؟ سهولة الحصول عليه، ولا انخفاض أسعاره، ولا صعوبة مسح الحبر المستخدم في الكتابة عليه، ولا لأنه المادة الوحيدة المستخدمة في الكتابة؟ الاختيار الصح هو صعوبة مسح الحبر المستخدم في الكتابة عليه. كان ده السبب اللي بيخليهم يكتبوا الوثائق المهمة على ورق البردي. طيب السؤال اللي بعده، أوافق أو أرفض، الحضارة المصرية تمرض ولكن لا تموت، توافق ولا ترفض؟ أكيد طبعا أوافق على الكلام ده. في فترات ضعف مرت على الحضارة المصرية وهي عصور الإضمحلال، ولكنها لم تموت. رجعت الحضارة المصرية ازدهرت تاني، يعني في أواخر الدولة القديمة جه عصر الضعف الأول أو عصر الإضمحلال الأول، ثم عادت مصر للازدهار مرة أخرى وتكونت الدولة الوسطى، ثم رجعت البلد ضعف التاني وحصل عصر الإضمحلال التاني وتم احتلال مصر من قبل الهكسوس، وثم عادت مرة أخرى للازدهار والتقدم في عصر الدولة الحديثة. فإذا نقدر نقول إن الحضارة المصرية تمرض لكنها لا تموت. كل المصادر الثانوية لم تكتب في زمن وقوع الحدث، يا ترى توافق ولا ترفض، صح ولا غلط؟ المصادر الثانوية لم تكتب في زمن وقوع الحدث، هتقولي يا مس صح. لا، العبارة دي خاطئة. ليه؟ لأن في مصادر ثانوية كتبت في زمن وقوع الحدث، وعلى الرغم من كده أنا اعتبرتها مصادر ثانوية ولم أعتبرها مصادر أولية. أقولك زي إيه؟ زي الأساطير، بنعتبرها من المصادر الثانوية لدراسة الحضارات رغم إن هي كتبت في زمن وقوع الحدث. طب السبب إيه بقى؟ السبب هو إن هي كانت بتستخدم عنصر المبالغة والخيال، ماشي، أكتر من اعتمادها على الموضوعية في الكتابة. علشان كده أنا ما قدرتش أعتبرها من المصادر الأولية واعتبرتها من المصادر الثانوية رغم كتابتها في زمن وقوع الحدث. ده كان آخر سؤال معايا النهاردة، وبكده بنكون راجعنا على درس مصادر دراسة الحضارات. يا رب تكونوا استفدتم من الأسئلة. أشوفكم على خير إن شاء الله في حلقة جديدة ومراجعة جديدة. انتظروني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.